السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا فيديو جديد. عاملين صينية سمك بالبطاطس. أكلة كده جديدة وطعمها تحفة. يعني قلنا نغير شوية في بطاطس بالفراخ بقى، فقلنا نعمل ايه؟ سمك بالبطاطس. بس كالعادة ياريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أولا نسمي بسم الله. معايا هنا فلفل وطماطم، هفرمهم في الخلاط وتوم. يعني انا طبعا خلطة السمك انا هعملها ني في ني، فهحط طماطم وفلفل وتوم هفرمهم كده في الخلاط. يعني مش هفرمهم جامد، يعني مش هنعمهم قوي يعني. معايا حزمة كزبرة على شبت خرطتها، وهنزل بالخليط اللي ضربته في الشفشة عليه، وهحط بقى الملح والتوابل بتاعتي. وشعرة سكر كده علشان ايه؟ بس الحموضة بتاعت الطماطم. وهحط بقى حوالي ربع كوباية زيت، وهحط الفلفل، معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة. يعني التوابل كده بتاعت السمك، ولو في بهارات سمك يعني ايه، المهم يعني التوابل كده بتاعت السمك زي ما احنا عارفين. وهقلب بقى الكمية. طبعا انا هحط معلقة خل برضه علشان الزفارة برضو بتاعت السمك. انا عاملة هنا سمك مكريل، طبعا جايباه وغسلاه فتحة بطنه. وغسلاه كويس ومصفيه حتى جنبي يتصفى كده، على ما ايه اعمل التتبيلة كده زي ما احنا شايفين. يبقى انا حطيت الخضرة، قطعت الخضرة، حطيت عليها الطماطم والفلفل والثوم اللي انا فرمته، وحطيت التوابل والملح، وحطيت معلقة خل وحوالي ربع كوباية زيت علشان طبعا السمك ما بتحطلوش سمنة ولا حاجة، يعني بتحطله زيت. معايا هنا 3 ليمونات قطعتهم كده وشلت البذر. انا طبعا بعصر كده الليمون في المعلقة علشان لو في بذرة ولا حاجة، بحبش البذر ايه يبقى في الاكل يعني يظهر وكده، فانا شايلاه برضو وبعصره تاني في المعلقة عشان لو في بذر ولا حاجة ايه اشيله برضو يعني. فهعصر كده ال3 ليمونات برضو على الخلطة كده زي ما احنا شايفين. وهقلب بقى الخليط كله. معايا الصينية اللي هشتغل فيها، هحط فيها شوية من الخليط اللي احنا عملناه اللي احنا جهزناه. ومعايا بقى بصلتين مقطعاهم حلقات، ومعايا بقى البطاطس برضو اللي انا هعملها. عاملة حوالي 4 حبات بطاطس مقطعاهم حلقات، مش تخينة يعني، حلقات رفيعة شوية. والبصل برضو مقطعاه شرايح، مش يعني رفيعة برضو، علشان انا ايه هعمل الصينية ني في ني كلها يعني. هحط برضو شوية من الخليط اللي انا عملته، خليط الدقة بتاعت السمك كده كلها، وهقلب بقى البطاطس والبصل كده في الخلطة، وهفردها كويس في الصينية. وطبعا انا مجهزة السمك بقى زي ما قلت لكم، السمك الماكريل جايباه منضفاه فتح بطنه وغسلاه كويس، وحط عليه ملح وليمون ايه علشان الزفارة، ومنضفاه كويس ومصفياه كده زي ما احنا شايفين. انا فاتحة سمكتين وعاملة ايه بقيت السمك من غير مفتاح، يعني عاملة كده، في اللي بحبه مفتوح وفي اللي بحبه سليم، يعني على حسب. هو طبعا السمك الماكريل يا جماعة حلو يعني، كله اوميجا 3 وحلو، يعني يعتبر بديل للتونة يعني. السمكة حلوة ومغذية يعني. فانا بقى هحشي بقى فتحة السمك كده، انا فاتحاه طبعا منضفاه، فهحشي بطنه كده ايه بالخلطة برضو اللي احنا عاملينها. وهوزع بقى بقية الخليط على السمك من فوق كده، يعني احاول اوزع بقى الخليط كله كده على السمك، علشان ايه طبعا احنا هندخل الصينية الفرن زي ما هي كده يعني. فاحنا ايه هنحاول نوزع بقى الخليط كله كده علشان يستوي وايه والبطاطس تشرب من الخليط، والسمك كمان يشرب من الخليط معانا، علشان ايه يدينا طعم حلو. طبعا الخليط ده كله بتوابل كده وني في ني. هيخش الفرن، هغطيه بورق فويل، وهدخله الفرن على درجة حرارة يعني عالية شوية، يعني من تحت طبعا. وبعد حوالي مثلا يعني انا هعمل حسابي من نص ساعة لساعة الا ربع في الفرن متغطي. وبعد ما بعد كده هشيل الفويل علشان ياخد وش من الشواية. يعني لو مش في الشواية يعني يكون ايه ندخله تحت الشواية عشان ياخد وش يعني. طبعا ايه هغطيه وهدخله الفرن، هياخد حوالي زي ما قلت لكم من نص ساعة لساعة الا ربع. وهكشف ايه الغطا علشان يستوي. طبعا احنا بنغطيه علشان ايه البطاطس تستوي تحت.
زي ما احنا شايفين ما شاء الله دخل الفرن. طبعا زي ما قلت لكم شلت الفويل واخد وش كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. طعمه تحفة يا جماعة، البطاطس طعمها خطير ما شاء الله، حاجة تانية مختلفة خالص عن صينية البطاطس بالفراخ بقى. والسمك ما شاء الله مستوي وجميل، والبطاطس كمان البطاطس واخدة بقى من طعم الخلطة كده والليمون، طعمها تحفة. طريقة سهلة وخفيفة وبسيطة وتغيير كده عن البطاطس بقى بالفراخ والحاجات دي واللحوم وكده. فقلنا نعمل الأكلة دي، جربوا الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم. ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلوة. ربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام عليكم.